السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا. بهذا الفيديو عندي بشارة كتير حلوة وكتير سعيدة، واللي كنا منتظرينها واللي كنت عم دور عليها بفضل الله وفضل متابعيني يلي عم يتابعوني الجداد واللي بعرفون واللي ما بعرفون. وصلنا لمعلومة اللي هي بتفيدني، اللي كانت الملف بيتسكر إذا ما قدرنا نحصل على هالمعلومات هي. والحمد لله ببشر ضحايا أهالي حماة 82 وبقول لهم وقسما بذات الله الفضل لله سبحانه وتعالى. مبارحيات آخر النهار بالليل تقريبا الساعة 11 كانت كملت المعلومات اللي ناقصتني، واللي هي بتخلي ترجع القضية تاخذ مجراها وتقصر الوقت. فالحمد لله حصلنا على هالشي هذا. الشكر لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا الشكر لكل شخص اتصل فيي ولكل شخص حاول يساعدني ويعطيني معلومات. والله أنا بشكره من كل قلبي، لأنه بالفعل لولا ما أنتوا ساعدتوني أنا ما بقدر بوصل لهالمعلومات اللي هي كانت هلأ ناقصتني. لذلك كل الشكر لكم، كل الشكر والمحبة اللي ساعدتوني فيها. والله تجيني رسائل بالألفات بالنهار. والله أسبوعين قسما بذات الله ما توقعت أنا يصير معي هيك، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذا اللي بقول لك يا رفعت يا أسد، انت هربت وبعرف انت هلأ صرت وين انت موجود ووين قاعد وكيف طلعت وكيف وين وشو وضعك هلأ الصحي. هلأ كلياته صار عندي بالتوثيق. يعني بتعرف شو معنات بالتوثيق؟ يعني هدول المحاميين تبعونك بيعرفوه ان كل شيء بكل شيء بوقته، وكل شيء يعني بشيء اوراق نظاميه انك شلون طلعت وشلون فتت. المهم هذا ما بدنا نفوت فيها حاليا، بس صرت انت عندي ومثل ما وعدت اهالي ضحايا حما هلا كمان برجع بوعد وبشدد على وعدي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم الله انعم علينا باخر لحظه، باخر لحظه اني توصل لي المعلومات لحتى وقف ارجع وقف وجهك، لانك انت مجرم، انت عديم الشرف عديم الناموس. واما يا انت يا وسيم، يا وسيم انت وقت اللي كنت بقوتك دوختك. هلا انت بدك تبعت لي تهديدات انك انت حتلاحقني وتوصل لي. ولك انت وقت اللي كنت انت وبيت الاسد كلياتهم وقت اللي كنتوا بقوتهم ما قدرتوا علي. هلا انتوا بدكم تقدروا علي. ولك هلا انتوا بتعرفوا شو انتوا انتوا هيك حقارة وندالة ويعني صعب الإنسان يقدر يوصفكم بأوصاف ما ظلت أوصاف بالكرة الأرضية نقدر نوصفكم فيها. بس ولكن بقول لك يا وسيم، يلي عمك بشوف فيك قال شبابه الإجرام اللي كلياتها إجرام، واللي انت بتدافع عنه دائما. انا برجع وبقول لك بس لاخلص من رفعت وحياة عينك راجع لك، وحياة عينك حال حط راسي وراسك لشوفك لفرجيك التهديدات اللي هددتني اياها مين هي اللي بدها بالاخر تثبت على مين، علي ولا عليك. والله 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 انا برقد على الكبار، وبعدين هدول الصراصير وهدول الصغار بعدين دبرون. انا ما بدي طول الحديث هذا. لذلك وقت اللي انا مبارحيات يعني ببشركم لضحايا اهالي حماه، ومثل ما وعدتكم ان شاء الله بدي ضل مداع على اخر نفس لاخر دم بحياتي. ولو اني اخر يوم مثل ما بيقولوا هلا في كثير ناس اني ايه شو بنستفيد، لا انا مستفيد. وحتى بس نثبت للعالم ظلم بيت الاسد من صغير للكبير. لذلك بدي كل الشكر لأهلي وكل الشكر للي ساعدوني. وإن شاء الله وعدوني إني لأنه هلا عندنا بأوروبا في عندنا لسه لا يزال أعياد الميلاد شغالة وعطل. من بعد 10 الشهر راح أطلع لكم بالفيديو وبشركم الشيء اللي بده يصير
بالبداية للنهاية، وإن شاء الله مع لقاء جديد وخبر جديد، وبرجع وبطمنكم الأمور رجعت مثل ما كنا نحن بدنا إياها، وإن شاء الله حنجيب نتيجة وبأقصى سرعة. تحياتي لكل إنسان ساعدني، تحياتي لهالناس هي اللي تفاعلت معي، وأنا بالفعل لولاكم ما كنت وصلت لهالنتيجة هي. والحمد لله اليوم هلأ شوفوا هذا الفيديو هادي، وعين الله علي ما شاء الله، الحمد لله ما مت هذيك الأيام، لأنه كانت بالفعل صدمة علي كبيرة. بتشكركم كثير الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.